في وقت يهرب فيه الجميع نحو الدفء، تكمن قوة شفائية مذهلة في أعماق المياه الباردة. هي ليست مجرد صدمة حرارية، بل هي مفتاح سري لإعادة ضبط وظائف جسدك الحيوية بالكامل. بمجرد ملامسة الماء البارد لجسدك، يستيقظ جهازك العصبي في أجزاء من الثانية. إنها لحظة الانفجار الحسي التي تجبر عقلك على التركيز التام وتطرد غيوم الكسل والخمول فورا. ترسل ملايين المستشعرات في جلدك إشارات كهربائية مكثفة نحو الدماغ. هذا التحفيز المفاجئ يعمل كعلاج طبيعي مضاد للاكتئاب، حيث يرفع مستويات الأدرينالين والنورادرينالين لتعزيز مزاجك. تحت السطح مباشرة تبدأ الشرايين في الانقباض السريع. هذا التفاعل الغريزي يدفع الدماء بعيدا عن الأطراف نحو الأعضاء الحيوية في الداخل لحمايتها والحفاظ على حرارة قلبك مستقرة. رد الفعل الأول هو الشهيق العميق. هذا التنفس القصري يرفع مستويات الأكسجين في دمك بشكل هائل، مما ينشط الدورة الدموية ويمنح خلاياك جرعة مكثفة من الطاقة والحيوية. يبدأ القلب بالنبض بقوة أكبر، محاولا ضخ الدم الدافئ لكل زاوية في جسدك. هذا التدريب اليومي يقوي عضلة القلب ويجعل نظامك الدوري أكثر مرونة وكفاءة في مواجهة الضغوط. هنا تكمن المعجزة. فالتعرض للبرودة يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء. الماء البارد يبني لك جيشا مناعيا قويا، يجعل جسدك أكثر قدرة على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية. على عكس الدهون العادية، يمتلك جسمك الدهون البنية. الماء البارد يشعل هذه الخلايا الذهبية لتعمل كأفران داخلية تحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة، مما يساعد في حرق الدهون. يرتفع معدل الأيض لديك بنسب مذهلة لمقاومة البرد. هذا التسارع الكيميائي لا يحرق الطاقة فحسب، بل يجدد الخلايا المتهالكة ويخلصك من السموم المتراكمة بفعالية منقطعة النظير. للرياضيين يعد الماء البارد معجزة حقيقية، فهو يقلص الأوعية الملتهبة ويسرع من عملية استشفاء العضلات، مما يزيل الآلام الناتجة عن التمارين الشاقة في وقت قياسي جدا. جماليا يعمل الماء البارد كأفضل مستحضر تجميل طبيعي، فهو يغلق المسام المفتوحة ويحافظ على الزيوت الطبيعية للبشرة، مما يمنحك جلدا مشدودا وأكثر نضارة وشبابا. لا يتوقف الأمر عند الجلد، وشعرك يستفيد أيضا. الماء البارد يقوي بصيلات الشعر ويمنح الخصلات لمعانا طبيعيا، لأنه يمنع الفقدان الرطوبة التي يسببها الماء الساخن عادة. مع مرور الوقت يتحسن نظام التنظيم الحراري في جسمك، تصبح أكثر قدرة على تحمل برودة الشتاء القارس، لأن جسدك تعلم كيف يولد حرارته الذاتية بكفاءة عالية ومنتظمة. بعد الصدمة الأولى ينخفض مستوى الكورتيزول، وهو هرمون التوتر. الاستحمام بالماء البارد يدرب عقلك على الهدوء تحت الضغط، مما يمنحك صلابة نفسية لمواجهة تحديات الحياة اليومية. يتحرك الجهاز الليمفاوي بقوة تحت تأثير البرودة. هذا النظام المسؤول عن طرد الفضلات السائلة من الأنسجة يعمل بأقصى طاقته، مما ينظف جسمك من الداخل ويقوي دفاعاتك الحيوية. بمجرد خروجك تشعر بموجة من النشوة والرضا. إنها الأندروفينات وهرمونات السعادة التي يفرزها الدماغ مكافأة لك على شجاعتك، مما يمنحك بداية يوم مثالية ومليئة بالتفاؤل. في فصل الشتاء يعمل الاستحمام بالماء البارد كدرع غير مرئي بتقوية مناعتك وتنشيط دورتك الدموية. تصبح أقل عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتشر في الأجواء الباردة والجافة.
الفرق شاسع بين خمول الصباح وحيوية ما بعد صدمة الجليد. إنها العادة التي يمارسها العظماء والرياضيون لسنوات، لأنها تمنحهم التفوق البدني والذهني الذي يحتاجونه. الماء البارد هو تذكير يومي بقدرة جسدك المذهلة على التكيف، وتدريب للروح والجسد على الصمود وتحويل التحديات القاسية إلى فوائد صحية تدوم طويلا. في كل قطرة ماء بارد تكون فرصة جديدة للحياة والصحة، فتبارك الله الذي جعل في الماء سرا للشفاء والقوة. جربها اليوم واستعد حيويتك من جديد.